رسالة ماجستير بعنوان فن التصوير المصري الحديث والمعاصر ودوره في الحفاظ على الهوية المصرية. اهتمت دراسة فن التصوير بالدور الذي يقوم به بالحفاظ على الهوية المصرية، حيث يمثل العمل الفني كلغة راقية تنطلق من الواقع وتتفاعل مع الجماهير مع اختلاف مستوياته الثقافية، فيستطيع المتلقي أن يدرك ما لا يتلائم مع مستواه الثقافي ويستقبل الشحنة الانفعالية التي ينقلها المصور بلمسات واعية نتيجة تفاعله مع البيئة المحيطة، ناقلاً بفرشاته قصة وتراث مكان بكل تفاصيله من عادات وتقاليد وأحداث تاريخية بملابس مميزة، ذلك بالإضافة إلى الحس النابض للمصور الذي نشأ في هذا المكان، وكانت أعماله هي الشاهد الملون في المتاحف المصرية والعالمية لأحداث اندثرت مع الزمن. أما حدود البحث فهو يركز على نماذج من الفن المصري القديم وحتى وقتنا الحاضر، لكي تتوافر الفترة الزمنية اللازمة لظهور تأثير الأعمال التصويرية على الأماكن، ورصد أيضاً الاستمرارية لنفس الفكر لفنانين معاصرين. ومن أهمية البحث وأهدافه هي إلقاء الضوء على أهمية فن التصوير في التطور والرقي الحضاري. أيضاً يتطرق البحث إلى لوحات قيمة لمجموعة من الفنانين المصريين وتأثير أعمالهم التصويرية في الحفاظ على الهوية المصرية. كما يوضح البحث أهمية ارتباط الفنان بالبيئة التي يعيش فيها والانتباه للقيمة الأثرية للأعمال التصويرية. احنا دلوقتي هنتكلم عن رسالة الماجستير اللي درسها إيمان يوسف. موضوع الرسالة موضوع جميل جدا، موضوع جديد، وأنا أول ما شفت الموضوع عجبني في البداية، لأن دي من ضمن الرسائل اللي بتتكلم عن الهوية المصرية، الفن المصري الحديث والمعاصر. ده كانت عبارة عن يعني نقلة كبيرة قوي عن الفن المصري الحديث والمعاصر، وكان معظم الأبحاث اللي بتتقدم كلها عن فنانين من الغرب وفنانين أجانب، واشتغل حاجات من الهوية، استند على التراث المصري القديم كده. فأنا ممكن علشان المسألة ما تختلطش مني أشوف أميز فنانين اشتغلوا في اللاندسكيب مثلا في المناظر وأحطهم دول مجموعة مع بعض. النهاردة كنا بصدد مناقشة بحث في الماجستير للباحثة إيمان يوسف شعبان عن دور الفن في الحفاظ على الهوية المصرية. حقيقي البحث في حد ذاته كفكرة رائعة من حيث أهمية دور الفن في حياتنا كمصريين، وفي نفس الوقت دور الفن في الحفاظ على الهوية المصرية والشخصية المصرية، لأن الفن زي ما احنا عارفين هو يعتبر إرث حضاري في حد ذاته، لأن من الفنون القديمة بدءا من المصري القديم مرورا بالفن الإغريقي والفن الروماني والقبطي والإسلامي وغيره، كان الفن بيلعب دور مهم جدا، وهو اللي وصل لنا، هو الكتاب المرسوم اللي وصل لنا عن حياة المصريين القدماء. لذلك النهاردة لما نيجي نناقش دور الفن في الحفاظ على الهوية قد إيه دي نقطة غاية في الأهمية، وخاصة إحنا في عصر العولمة اللي هو بيدوب، بيحاول القطب الأوحد في العالم الهيمنة
على شعوب العالم، وخاصة الشعوب اللي هي ليها بعد حضاري زي مصر والعراق وغيرها، ويدوب ثقافتها ويدوب حضارتها في معين هدفه الأساسي هو التبعية والتبعية الثقافية ومحو ثقافتك وهويتك. وتتلخص مشكلة البحث في العلاقة الوثيقة ما بين الفن والتطور الحضاري والدور الفعال للتصوير في تسجيل ملامح الأماكن وسلوك الشعوب والحفاظ على تراثها، وتوضيح أهمية تصوير الفنان للأماكن بمختلف الأساليب الفنية التي تعكس واقعه الاجتماعي والحضاري. كما اتبعت الباحثة في دراسة هذا البحث على المنهج الاستدلالي مع المنهج التاريخي الوصفي. عندما يتطرق البحث عن الهوية المصرية فلا بد أن نعرف ما هي الهوية، فهي كثير من المعاجم بمعنى الذاتية مما يستمده الفرد في المجتمع والتراث. من ضمن الموضوعات اللي ما نغفلهاش في الموضوع الدراسة الأماكن الأثرية والأماكن اللي فيها بيوت شعبية زي أماكن القاهرة. خدنا القاهرة كنموذج وتطرقنا لأعمال من أعمال المستشرقين وتطرقنا لأعمال الفنانين المصريين في الأماكن في أحياء من أحياء القاهرة. تطرقنا لبعض الأعمال في الحارة المصرية ووصلنا لغاية دكتور زكريا الزيني في أعماله، دكتور مصطفى الفقي برضو أخذنا جزء من أعماله. خدنا نهاية للعصر المعاصر في أعمال عماد رزق والعبد العزيز الجندي، لأن هم برضو من الناس اللي نزلت الحارة المصرية في القاهرة وابتدت إن هي تنقل الأنماط الأثرية وتحافظ على شكل اللي موجود، لأن احنا شايفين إن في حتى تطور. فلو حد في المستقبل بعد التطور اللي بيحصل دلوقتي هي هتكون ده شكل القاهرة قديما كانت ازاي. بعد كده عندي التجربة اللي أنا خضتها من خلال العادات اللي موجودة في القرى الريفية بس، وانتهينا بالبحث بالنتائج والتوصيات اللي أتمنى أن يكون لجنة المناقشة تكون حازت إعجابها يعني. وهي ما اتكلمتش بقى عن الغرب، اتكلمت على الفن المصري بالذات، الفن المصري القديم والفن المصري الحديث والمعاصر، وجابت مجموعة من الفنانين وأعمالهم في مراحل مختلفة، الرعيل الأول والرعيل الثاني والرعيل الثالث والرعيل الرابع. يعني جمعت مجموعة من الفنانين اللي حافظوا على الهوية المصرية، وده موضوع قومي حلو جدا عجبني من بداية. وكان محتاج لبعض التعديلات وبعض يعني الاشياء البسيطه اللي هي بالنسبه لينا كمناقش انها تكمل بقيه الرساله وتبقى يعني كامله على الوجه الاكمل. فانا سعيد جدا بالرساله دهيت وسعيد بالمناقشه، لان اعضاء المناقشه كانوا الدكتور زكريا طه من المنيا، برضو أبدأ بعض الملاحظات اللي أثرت الرسالة وخلتها على مستوى يليق بالباحثة ويليق برسالة ماجستير. وأنا بأكرر يعني سعادتي لما في الرسالة عن حاجات من الحاجات القومية بتاعتنا، عن البيئة المصرية وأصولها وتاريخها وبداية الحركات التشكيلية في مصر. تمام ساعة
الثانية 10 يوم الخميس الموافق 15/6/2023 اجتمعت في مبنى الكلية لجنة مشكلة من الأستاذ الدكتور مصطفى أمين الفقي مناقشا داخليا ومقررا للجنة، الدكتورة هالة إبراهيم قسم التصوير مشرفا على الرسالة، والدكتور زكريا أحمد مناقشا خارجيا. ناقشت اللجنة علنا البحث المقدم من الدارسة والمعتمد تسجيله بعنوان فن التصوير المصري الحديث والمعاصر ودوره في الحفاظ على الهوية المصرية. وبعد مناقشة الدارسة علنا في موضوع البحث وبعد الاطلاع على النتيجة وبعد المداولة قررت اللجنة بإجماع الآراء والتوصية بمنح الدارسة إيمان يوسف شعبان أبو سيف درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص تصوير.